مساء الخير وتحياتي لكل متابعيني وبتشرف بيكم والله. بس حابب بس ان انا اتكلم في حاجه كده نقطه وعلى كابتن مصطفى يونس. على فكره كابتن مصطفى يونس بالنسبه لي كان كابتني، والله العظيم من وانا حتى وانا صغير في الناشئين في النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين، اول ما الواحد كده وعي على الكوره وعلى النجوم، فكنت بسمع دايما عن كابتن مصطفى يونس. اكتر واحد زعلان عليه والله العظيم هو انا، واعتقد ان في ناس كثيره جدا زعلانه ان هو كان يعني من رموز النادي الاهلي، وفجاه الدنيا بتتغير وبتتحول. لما كانت الناس بتحبك والناس بتقدرك، فجاه بقيت يعني الناس مش متقبله خالص. طبعا ده نتيجه طبعا اللي حصل. ويمكن انا كابتن مصطفى يونس على فكره حصلت ما بيني وما بينه مكالمه وعاتبني. وانا والله العظيم دايما ممكن يقابلك اشخاص ممكن يكون اصغر منك او اكبر منك، فممكن بيتكلم معاك وبيديك نصيحه. فالناس هتقول لي هو انت ابراهيم سعيد هتديله نصيحه؟ والله العظيم ابراهيم سعيد ده بني ادم عادي، والحياه بتعلم ودايما في الشارع وفي وسط الناس. وعلى فكره انا دخلت على تويتر بسبب طفل بعت لي رساله على الفيسبوك، قال لي يا كابتن انت ازاي مش موجود على تويتر؟ سبحان الله، تويتر دلوقتي بقى بالنسبه لي هو رقم واحد عندي في السوشيال ميديا وفي الاعلام واعلاميا. والحمد لله ربط ما بيني وما بين ناس كتيره جدا، ظهر شخصيه ابراهيم الطبيعيه ده بسبب طفل صغير على فكره بعت لي رساله. ولما جيت على اليوتيوب برضو كانت ناس دايما بتقعد تبعت لي رسائل ويقولوا لي تبقى موجود، فابتديت ابقى موجود سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام او على اليوتيوب. فعشان الناس بس ما تستقلش بان انت ممكن تنصح حد اكبر منك بخبره الحياه على فكره. فانا والله العظيم 3 قلت له يا كابتن هياخد غرضه منك، وفي الاخر هيقول لك شكرا شرفتنا ونورتنا. وسيبك من الناس اللي كانت قاعده حواليك، دول اللي هم هزازين الرؤوس اللي كانوا حواليك. وللاسف يا كابتن انت كنت منضم للناس دي. انا والله العظيم من اخ صغير انا فعلا زعلان على حضرتك ان انت وصلت للمكانه دي. كنت ممكن تبقى مكانه حضرتك اعلى من كده، ومعرفش يعني المفروض خبره الحياه كانت توريك حاجات كتيره جدا. فرق ما بين النادي الاهلي وما بين المنافس، فرق كبير خالص في المعامله. الاغرب بقى يا كابتن، وده دايما كنت بنتعلم منكم وبنتعلم من الاكبر مننا، والحمد لله يمكن احنا يعني لحد دلوقتي الحمد لله جيلنا ما بيننا وبين بعض الحمد لله بنحترم بعض. الواحد بيحترم الاكبر منه والاصغر منه، وده اللي احنا اتعلمناه منكم. انا شفت لك شويه تصريحات كده يا كابتن بصراحه تخلي اي حد يزعل منك. اهو شوف انا زي اخوك الصغير، بس صدقني والله العظيم 3 انا زعلان ومش مبسوط، لان انا دايما كنت ببص لك في مكانه اكبر من كده واعلى من كده. بس مش عارف اقول لك ايه والله يا كابتن. الواحد اتعلم منكم حاجات كتيره جدا، كنت نفسي تكمل. وانا شايف ان انت مشيت من قناه الزمالك، والله ما ده متوقع يا كابتن. ما انت هتفضل تقعد تغلط في كابتن محمود الخطيب، رغم ان كابتن محمود الخطيب صديقك الشخصي وكنت بتمجد فيه وبتتكلم. على فكره كابتن محمود الخطيب والله العظيم عشان الناس هتقعد تقول لك انت بتتكلم، لا على فكره الواحد وعي ظهر على رموز معينه واسماء معينه كده ما ينفعش ان الرموز دي ينصدم فيها. وانا كنت بتمنى ان حضرتك تلحق نفسك من البدايه، بس للاسف من كتر الشحن والتسخين وانت حبيبنا واصل الروح الرياضيه في الاخر ايه اللي عملته انت كابتن؟ الروح الرياضيه ايه؟ انت عمال تشتم في النادي وبتغلط في صديق عمرك. فبصراحه كان موقف مش حلو خالص ليك يا كابتن، وانا زعلان على حضرتك. وفي الاخر فوجئت ان انت ما اعرفش تقريبا بتاخد 100,000. والله العظيم يا كابتن انت لو كنت قعدت في النادي على الكرسي بس وانت قاعد كده جوه النادي الاهلي والله العظيم هتاخد اكتر منه. والله العظيم كنت هتاخد اكتر منه بقيمتك باسمك بمكانتك بمحبتك للنادي بمحبه الاعضاء بمحبه اصدقائك. انت حتى يا كابتن لو كنت اشتغلت مسكت قطاع الناشئين والله تقريبا انت كنت هتجيب المبلغ ده في الشهر بدون ما تطلع تغلط ولا تقول بهاليل ولا تقعد تغلط في صديق عمرك. يعني يا كابتن والله العظيم الواحد انا فعلا مصدوم وزعلان على حضرتك جدا بجد. واعتقد ان انت يعني لو كنت سمعت كلامي، لان انا الراجل ده انا عشيرته وعارف بيفكر في ايه ودماغه ايه.
انا مش عايز اتكلم عليه كتير جدا، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله في تغييرات كبيره جدا ان شاء الله في كل شيء. الواحد نفسه دايما يشوف حاجه محترمه، والاهانات اللي بتحصل لي الكلام ده لا لا بلا 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 ده عادي، الواحد متعود عليه. هو يعني غلط في الدنيا كلها، واي حد يختلف معاه يقعد يكلمه في اعراض ويتكلم ولا بلا بلا. وانا بقول لك اهو يا كابتن مصطفى، انت لو اتكلمت والله هيغلط فيك نفس اللي غلطوا فيا وفي الناس وفي الرموز فمش هيبقى موضوع جديد في الاخر. والله بصيت كده، كان احد الاصدقاء بعت لي فيديو بيزعق لك على الهوا، يا لهوي، يقول لك التليفون، والله انا اسف سيب التليفون يا مصطفى، يا لهوي. حتى مفيش كابتن مصطفى يا كابتن. دايما احنا لعيبه الكوره والرموز الحمد لله الحمد لله لينا القيمه بتاعتنا. انت اللي خليت حد على الهوا يزعق لك، يا لهوي يا كابتن. لعيبه الكوره دي والنجوم، خصوصا كمان انت مثلت نادي كبير ولعبت منتخب مصر وكنت من الاسماء الكبيره، توصل لمرحله ان حد يزعق لك ويقول لك يا مصطفى واسكت، ايه ده؟ وبتقول ما اعرفش اصل محترم. يا كابتن ده انت لو اولادك بيتفرجوا عليك وبتقول الكلمه دي والله هيقولوا عليك كذاب قعدت تتكلم وتمجد واصل مش عارف هو مين وعمل ايه وسوى ايه، وفي الاخر باعك، وفي الاخر انت ولا طولت حاجه وخسرت هنا، والناحيه التانيه ولا هيفتكروك اصلا، والله العظيم ولا هيفتكروك اصلا. تخيل بقى انت يعني خسرت المكان البيت بتاعك ورحت مكان منافس، وفي الاخر ولا هنا انت كسبت ولا هنا انت كسبت. انا يعني ما اعرفش، مش عارف اقول لك ايه والله. انا كنت دايما شايفك كده حاجه كبيره جدا، وما زلت كبيره يا كابتن، وعلى احترامي على دماغي من فوق والله. بس كنت بتمنى ان انت تفضل متواجد وبنفس القيمه بتاعتك اللي انا اتعودت عليها من واحنا صغيرين. وفي صوره انا هنزلها لكم، كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسن شحاته. كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته على فكره من مقربين لبعض، بقيمه كابتن محمود وبمكانته وبالاسطوره بتاعته، هو حقيقي اسطوره. كابتن حسن شحاته واقف بيتصور مع ست كبيره، كابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك التليفون وبيصور كابتن حسن. وهي دي فعلا بقى الاخلاق. ناس هتختلف معايا، بس هي فعلا ده اللي احنا تربيناه وتعلمناه من الاجيال بتاعتنا ومن الكبار بتوعنا. فاللي عمله كابتن محمود الخطيب ده مع كابتن حسن شحاته، فده مش حاجه محترمه، ده اللي احنا نفسنا نشوفه. وانا اعتقد لو شفت حد صديق ليا وبيتصور مع حد، انا والله همسك التليفون واصوره، لان في الاول والاخر احنا عيله واخوات، مفيش فرق ما بين اهلاوي ما بين زملكاوي، كلنا اخوات ومثلنا منتخب مصر واصدقاء ملاعب. دي الصوره اللي احنا بنتمنى نشوفها في الفتره اللي جايه. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.